بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحشتوني يا حبايبي يا ولاد من الفيديو اللي فات جدا جدا. ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا، ولا من تشجيعكم ليا ولا من لايكاتكم الحلوة. يلا يا جماعة كلنا مع بعض دلوقتي ندوس اللايك يا ولاد، ببلاش مش بفلوس خالص. دوسي دلوقتي على اللايك واكتبي لي في التعليقات يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ونحوقل مع بعض ناخد ثواب بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا عايزه عدد المشاهدات اللي هيكون في الفيديو يكون عندي في التعليقات بتحوكله لا حول ولا قوه الا بالله، وبنصلي على خاتم المرسلين ذو الرائحه العطره حبيب الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب الايد اللي هتصلي في التعليقات على رسول الله تنولها حاجه جميله قوي 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 قوي، وتجيلها مفاجاه حلوه قوي قوي، وربنا يحقق لها كل اللي بتتمناه. عشان خاطر انا نفسي اخد الثواب ان انتوا تصلوا على في الفيديو بتاعي في التعليقات بتاعتي على سيدنا محمد، وانا كمان اصلي معاكم ونذكر بعض كده ان شاء الله. وحشتوني يا اولاد قوي. النهارده جاي لكم بروتين بقى الطاقه الايجابيه الجامده جدا جدا جدا. النهارده صحيت من النوم المطبخ ما كانش عاجبني، قلت لا وانا هنام هو كده. انتوا عارفين طبعا المطبخ يعني والحمام يعني راحه نفسيه، راحه نفسيه. المطبخ دوت يعني مملكه الست، بنقعد فيه بنقضي فيه 3/4 يومنا بنقضيه في المطبخ اصلا يعني. فلازم يبقى نظيف حواليكي، واي حاجه فيه ما بتبقاش نظيفه بتبقى بتربكك، انتي ما بتعرفيش تعملي اكل حلو وما بتعرفيش تقدمي حاجه كويسه. فلازم نخلص الدنيا ونظبط الدنيا ايه كده مع بعض تظبيطه حلوه. خدت بقى معايا كده، طبعا انا عامله فوط بغسلها وبغليها نظيفه للتنظيف، غير فوط المطبخ. طبعا كلنا عارفين يعني ستات البيوت كلنا بنعرف ننظف، وكلنا بننظف احسن من بعض، وكل واحد بطريقته. انا مش جايه اعلم حد ان هو ينظف ازاي، انا بس جايه عشان خاطر نشجع بعض وندي بعض طاقه ايجابيه ونطرد الطاقه السلبيه، ونقوم نعمل مع بعض ونتفرج كده ونعمل ونشوف احنا بنعمل ايه. فكل اللي بيتفرج عليا يتشجع. انا عن نفسي لما كنت بتفرج على اي فيديو فيه تنظيف كنت بقوم، لو انا كسلانه او تعبانه او مرهقه كنت بقوم وبيبقى عندي طاقه ايجابيه كتيره قوي 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 ان انا اقوم اعمل كل حاجه ايه يعني ناقصاني. تمام. مسكت التلاجة كده زي ما انتم شايفين بالسبونشه، ومشيت عليها الاول. طبعا شفتها من جوه ايه اللي عايز يتغسل ايه اللي عايز يتظبط، مسحتها كده من جوه مش غسيل بس مسحه كده ايه على الماشي. ومن بره كمان مسكت الاسبونج حوالين منها، حسيت ان فيها تراب حوالين منها داير ما يدور كده تحت وفوق وكله مسكته كده، ما خليتش حاجه فيها ايه مش متظبطه يعني. وبمسك بعد كده الفوطه اللي عندي النظيفه بتاعه التنظيف، بمسح كل اللي انا عملته ده. وبعدين عشان ينشف بقى، طبعا ما بيبقاش ناشف، باخد منديل كده بتاع المطبخ اللي هو التقيل ده. انا قبل كده قلت لكم ان انا بجيب مناديل المطبخ دي، الناس بتجيبها عشان تنشف بيها البطاطس والزيت والمقليات والكلام ده، وانا بجيبها عشان انضف بيها والمع بيها يعني. ماشي. يعني ما بجيبش بصراحه اغلى نوع، بجيب ارخص نوع لان انا عارفه ان انا بستهلك كل 3 4 ايام بقره كبيره، فبجيب ارخص حاجه لان انا بستهلكها في النظافه. تمام. بمسح كده، وبجيب دلوقتي هتشوفوا منديل كبير كده وبنشف بيه حوالين التلاجة كلها عشان ما يبقاش فيه ميه من بره. اهو بصوا بنشف بيه كل حاجه، بتنضف حلو قوي، وفي نفس الوقت ما بتخليش اي نقطه ميه من بره ولا اي حاجه مش كويسه يعني. تمام. يلا دوسولي على اللايك دلوقتي حالا، كل شويه هفكركم، ونحوقل في التعليقات لا حول ولا قوه الا بالله، وندخل في التعليقات نصلي على خاتم المرسلين اشرف الخلق حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برافو عليك يا اولاد، يا رب ينولنا كل حاجه كويسه. يوم ان شاء الله باذن الله جميل ليكوا وليا، كله رزق وسعاده وهنا وفرحه، ونضرة الطاقه السلبيه بره، ونجيب الطاقه الايجابيه والفرحه ان شاء الله والسعاده لينا ولاولادنا باذن الله. بس مسكت بقى كده الرخامه اللي هي بتاعه المطبخ دي، ومسكتها كده بقى ايه بالسلك كده. تمام. وبنضفها يعني. ده بقى الغسالة جنب التلاجة، انا عاملة بقى ايه منظمة الدنيا يعني كل حاجة في مطرحها. مسكتها برضو بالسبونشة كده حوالين ده. انتوا عارفين الاجهزة دي ما ينفعش تمسكيها بالسلك عشان ما تتجرحش، فانا بمسكها بقى بالسبونشة كده حوالين داير كده، ما بخليش فيها حاجة بقى مطرح الغسيل بقى والكلام ده والمية وكده. وهمسكها برضو دلوقتي بنفس الفوطة ايه، هقعد انشف بيها برضو كده، وبعدين برضو هنشفها بالمناديل برضو يعني. تمام. حوالين داير كده، ما بخليش فيها اي حاجه خالص، وبظبطها تظبيطه حلوه كده تحت وفوق وكله يعني. تمام.
كده بقى ايه، انا اللي يعتبر غسلت كده انا خلصت التلاجة، خلصت غسلت الهدوم. كنت حاسه وانا واقفه كده ان انا لا مش لا يعني في حاجه ناقصه، المطبخ مش عارفه تراب، طبعا انتوا عارفين الشتاء بقى والهواء وبيجيب معاه تراب، لا ما كنتش مرتاحه، لازم ارتاح نفسيا. ده الميكرويف ده انا بحطه على الغساله، باخده برده من بره كده. انا بغسل الميكرويف ده من جوه. بصوا يا جماعه، انا ما استعملتش الميكرويف ده في حياتي من ساعه ما جبته الا مرتين. وسمعت من ساعتها، انا خايفه قوي، سمعت ان هو الاشعه بتاعته، ان اللي يعرف يقول لي في التعليقات الكلام ده صح ولا غلط. الاشعه بتاعته اللي بتسخن الاكل بتجيب مرض مش كويس، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. فانا بصراحه خفت من ساعتها ان انا استخدمه، قلت يا ريتهم كانوا قالوا لي كده من قبل ما اجيبه، وخفت ان انا استخدمه، ومن ساعتها ما بستخدموش، بنضفه وبسيبه مكانه تمام. فانا بنضفه من جوه لما باجي اغسل سيراميك المطبخ واظبط الدنيا، الشقلبه الكبيره بقى اللي هي كل شهر دي، بغسله من جوه. طبعا انا عشان ما بستخدموش من جوه، فبفوت عليه دلوقتي كده ايه من بره، زيه زي التلاجة والغساله كده بنضفه. انا مكانه حاطاه فوق غساله الملابس، الغساله الاوتوماتيك. طبعا انا يعني انا المفروض انا نسيت خالص ان انا لما جه الباشمهندس فصل لي المطبخ، المفروض ان انا كنت عملت له زي ظرفه لوحده او باترينا لوحده كده في قلب المطبخ بيتحط فيه، بس انا نسيت اقول له خالص على الميكرويف وعلى الفرن. طبعا ندمت بعد كده، اتضايقت جدا لما لقيت يعني مطابخ كتير قوي فيها الحته دي، اتضايقت. وبعدين قلت يا ريتني كنت قلت له، وبعدين قلت ان شاء الله ملحوقه في المطبخ الجديد ان شاء الله يعني اذا ربنا احيانا ان شاء الله، وربنا ايه رزقنا كده وعملنا مطبخ حلو جديد معاكم، تقولوا لي بقى انتوا على افكار جديده كده اعملها، وان شاء الله ما يعدينيش الكلام ده. بس مسحت الميكرويف كله من بره كده، وبفرش كده مفرش على غساله اللبس، وبعدين بحط عليه الميكرويف، وبعدين بحط عليه من فوق مفرش لان انا ما بستخدموش تمام. ما بحطش على الغساله كفر عشان خاطر يعني ما بحبش عليه كفرات بصراحه. هو يعني انا عامله المطبخ احمر في فضي، وجايبه الاجهزه فضي عشان تليق عليه، فانا ما بحبش اخبيه. يعني انا بعتبر ان الكفر ده حاجه كده مش ذوق بصراحه، فانا بحب لونه كده تمام. بلم كل بقى المناديل وكل الكلام اللي انتوا شايفينه ده بقى، وباخد دي عشان اغسلها كده على جنب، والمناديل والكلام ده. وبمسك بقى الرخامه دي بظبطها تظبيطه عاليه بقى، يعني انا مسحت الرخامه اللي فوق دي ونشفتها وكله. بمسك بقى دي في توابل عندي، طقم التوابل اللي على جنب ده، ده طبعا انا ما بحطش فيه توابل فاضي على طول، انا حاطاه منظر كده هو وطقم تاني. ليه؟ لان دلوقتي انا بجيب التوابل، كل اللي بينزل السوبر ماركتات عارفين ان احنا بنجيب التوابل دلوقتي بتبقى في علب. يعني التوابل دلوقتي اي نوع توابل، فلفل اسود، اي حاجه بتبقى في العلب بتاعتها، فما بفضهاش بصراحه. هي العلب بتاعتها بتبقى جميله وبتبقى مخرمه كده وبتبقى حلوه قوي، فما بفضهاش. الحاجه الوحيده اللي انا بحطها في التوابل دي الشاي والسكر، النسكافيه، الكلام اللي انتوا فاهمينه ده. وبعدين دلوقتي ما بقاش فيه الشاي فتله بنستعمله في الكرتونه بتاعته، في العلبه بتاعته، فما بحطش حاجه، يعني هو يا دوبك السكر بس. فبتلاقوا كل طقم التوابل دي فاضيه. فانا بقول للناس العرايس اللي لسه هيعملوا بقى طقم توابل وكده، ما يجيبوش كميه كبيره، يجيبوا طقم او اتنين كفايه، لان هم مش هيستخدموا كل التوابل دلوقتي اللي في السوبر ماركتات، بقت بالعلب بتاعتها يعني. الا بقى لو انت هتجيبي من عند العطار بقى بالربع كيلو بالنص كيلو كده، دي بتنفع في طقم التوابل ده تمام. كده مسحت تحتيها كده، وهبتدي بقى ايه اخد قاعده التوابل دي تمام. وهبتدي اخد القعده دي اغسلها حلو، والتوابل دي اللي انتوا شايفينها دي هقوم برضو منضفاها حلو قوي. بصوا انا بقى طبعا المطبخ ده الكلام ده بعمله كل اسبوع في المطبخ كده، اللي هو ايه يعني ده يعتبر كده من على الوش بالنسبه لي. لما باجي بقى اعمل المطبخ كله بقى، البنت اللي بتيجي بتساعدني بقى، بنشيل المطبخ بالسيراميك بالشباك بتاع المطبخ كله بقى، ما بنخليش حته في المطبخ، وبنجر بقى التلاجة والغساله وغسالة الاطباق. بصوا ما بنسيبش حاجه ما بنعملهاش، يعني ايه بنعمل كل حاجة الحمد لله. ربنا يا رب يدينا الصحة ويديكوا الصحة يا رب، ونفضل نعمل كده على طول. ويبقى عندنا صحة ان احنا ما نحتاجش لأي حد، ونفضل نعمل بإيدينا كده كل حاجة، الموضوع بيختلف والله. بس نضفت كده اللي هي الأعداد بتاعت التوابل دي، وهبتدي بقى بمنديل نضيف كده همسك التوابل دي اهو، همسك التوابل دي من جوه ومن بره كده ايه انضفها كده، لو وقع فيها حاجه لو اي حاجه هنضفها كده. طبعا كل ده انا بغسله بميه وصابون والكلام ده لما باجي اعمل المطبخ مره واحده زي ما انا قلت لكم. بس بغسلها كلها وبنضفها وبظبطها وبحطها بحطها مكانها تمام.
اهو كلها ما بسيبش حاجه. يلا دلوقتي بقى حالا ننزل ندوس على اللايك. اللايك يا ولاد يا ولاد، اللايك ببلاش مش بفلوس. تمام. ولو اللايك بفلوس كنت قلت معذورين، لكن اللايك قدامكم اهو ببلاش. دوسوا لي على اللايك واكتبوا لي في التعليقات، نحوكل مع بعض، ناخد سوا بعض، لا حول ولا قوه الا بالله. واكتبي لي انت بتتابعيني من انهي بلد، وكمان علقي وقولي لي نصلي على خاتم المرسلين اشرف الخلق ذو الرائحه العطره حبيب الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوفوا بقى كم مره بنصلي على النبي في الفيديو وكم مره بنحوكل، وشوفوا اللي هيكتب الكلام ده في التعليقات، شوفوا الثواب اللي بناخده قد ايه. يعني انتوا شوفوا بنفسه، لكم ان تتخيلوا الثواب اللي احنا بناخده مع الطاقه الايجابيه. بصراحه بصراحه يعني انا بحب الفيديوهات دي قوي من كده، ان انا التعليقات وان احنا نقعد نصلي على النبي كتير ونقول لا حول ولا قوه الا بالله كتير وبنسمي الله. اول ما بقوم من النوم الموضوع بيختلف. اول ما تقومي من النوم تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارزقنا يا رب العالمين، اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اللهم انا اصطبحنا واصطبح الملك كل لله رب العالمين، وتصلي على النبي وتحوقلي. والله الموضوع بالنسبه لك بيختلف. اليوم بيبقى فيه بركه لا تتخيلوا البركه اللي اليوم بيبقى فيها. تمام. بتخلصوا كل حاجتك بروقان، ما بيبقاش فيه تعب، ما بيبقاش فيه اي حاجه وحشه تضايقك. بصراحه يعني بتبقى اليوم بيبقى جميل بصراحه. ماشي. فانت ايه جربي كده وقولي لي في التعليقات لما عملتي كده اليوم بقى عامل معاكي ازاي. دي بقى الادويه بحطها في متناول ايدي. انت عارفين عندي اطفال، فلازم ايه مغص بقى السخونيه. ربنا يبعد عن عيالنا وعيالكم اي حاجه وحشه يا رب. بس الحاجات دي دايما في اي بيت بقى بتبقى في متناول الايد كده. بحطها كده في متناول الايد، وجنبها برطمان النوتيلا بتاع ساندي بنتي. يعني عايزه اقول لكم بصي تستغنى عن اي حاجه في الدنيا الا النوتيلا. يعني النوتيلا بتعشق حاجه اسمها نوتيلا. ماشي. دي بقى الشيف ده انا بحطه فوق التلاجة، والمفروض طبعا يتحط على المطبخ، بس انا ما بستخدموش. فانا بحط حاجته والمغارف بتاعته وبتاع، وبحطه ايه بنشفه كده بعد ما غسلته، بحطه ايه فوق التلاجة. ما يعني بحطه فوق التلاجة، ما بحطوش على على الرخامة نفسها يعني. اهو بصوا، اهو دورت لكم الكاميرا عشان تشوفوا. بحطه فوق التلاجة كده بس. هاجي بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. همسك الاطباق دي اهي، يعتبر ان هي ايه نشفت. تمام. همسك بقى اللي هي السندات دي، اللي هي لما بتطلعي حاجة سخنة بتبقى عليها، وهغسلها كلها بقى. همسك السندات دي هقوم غسلها كلها كده اهو. ماشي. بالاريال بقى وكده واظبطها. تمام. اهو فوق وتحت وورا وكله، مش هخلي فيها حته مش متظبطه. اهو السندات اللي هي ممكن يبقى منطور عليها حاجه مثلا، وانت بتحطي عليها حله سخنه حاجه، فممكن يتنطر عليها حاجه بتلزق بتاع. فانت لما بتغسليها كده بتبقى جميله بصراحه. بصوا انا غسلتها اول، فاضل قطعتين صغيرين وخلاص. بغسلها كده بالسبونشه كده حوالين داير بالاريال، وبعدين باجي اشطفها دلوقتي بالميه وانزلها بالميه، وبعدين بحطها في حته لغايه ما تنشف اهو، وتنشف الميه كلها اللي فيها، وبعدين بحطها على الرخام بعد ما بمسحه. بحطها كده جنب الحوض كده بحيث ان هي ايه تصفي اي ميه جواها يعني اهو. تمام. هاجي بقى امسك دلوقتي ايه، همسك الفرن بقى. انا قلت لكم انا مش عامله مكان للحاجه، فطبعا غلطت، بس ايه استحملوني. الفرن ده بقى انا بستعمله على طول. يعني انا ما بستعملش فرن البوتاجاز الكبير بالكتالوج بتاعه زي ما هو. ليه انا ما بعرفش استعمل الفرن الكبير؟ عشان خاطر انا ما بعرفش ادخل جوه وانضفه، وبتعقد منه، وبعدين بقعد اقول لجوزي لا احنا عايزين نغير البوتاجاز. فانا رحت عملت ايه بقى، رحت جبت الفرن ده بستخدمه على طول في متناول ايدي، وبعرف انضفه من جوه، وايدي بتجيب لاخره جوه، وبنضفه وبرش عليه باور بقى ومزيل دهون وكده. لكن الفرن الكبير لا والله. الفرن الكبير بالكتالوج يا ولاد زي ما هو. يعني يعتبر بستخدم سطح البوتاجاز بس. يا ريتني كنت جبت البوتاجاز اللي هو البلتي ان، اللي هو الفرن لوحده والسطح لوحده. كان هيبقى افضل لي بصراحه. بس كل الحاجات دي انا ما خدتش بالي الا بعد ما اشتريت الحاجه. فان شاء الله باذن الله في الحاجه الجايه ان شاء الله يعني عندي امل ان انا اغير الحاجه ان شاء الله باذن الله. هاخد بالي من الحاجات دي، وانتوا كمان لو انا ما خدتش بالي من حاجه هبقى ايه معاكم كده ان شاء الله. تقولوا لي بقى ايه في التعليقات، لا انت ناقصك كذا، لا انت ناقصك كذا، تبقوا متابعيني وعارفين الدنيا ماشيه فين ان شاء الله يعني. بس مسكت بقى الفرن حوالين داير من بره كده، كنت عاملاه من جوه، ومسكته مسحته كله كده ايه بالسلكه بالاريال كده. وبمسكه كله بقى بالمنديل كده بقى ايه بمسحه كله من فوق ومن تحت ومن كله، ما بخليش فيه حته إلا لما تتمسح وتتنضف وتبقى زي الفل. تمام. كله من فوق ومن تحت.
يلا يا جماعة تاني نفكر بعد تاني، يلا يا ولاد دوسولي على اللايك، اللايك ببلاش مش بفلوس. ودلوقتي حالا في التعليقات عشان ناخد ثواب بعض وناخد حسنات، نحوكل الله حول ولا قوة إلا بالله، ونصلي على النبي كتير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برافو 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 برافو. أحلى ناس في الدنيا بيتفرجوا عليا، أحلى ناس في الدنيا بيصلوا على النبي في التعليقات. تمام. مسكت بقى كده كله، ما خليتش حته فيه الا ما ظبطتها تظبيط حلو يعني. اهو خلصت كده. تمام. اهو. والباب كله ما خليتش فيه اي حاجه خالص، ما عملتهاش. همسك بقى دلوقتي كده ايه، هزقه كده على جنب، وامسك الرخامه اللي هي مطرحه، اللي هو ايه اللي هي مطرحه دي. طبعا ما انا مش هحطه بقى بعد ما تنضف كده، احطه زي ما هو. همسك بقى الرخامه، بصوا اللي هي اللي بقطع عليها اللي فوق، والله انا ما فاكره البلانشه باين، والله انا ما فاكره اسمها ايه. بحطها فوق ايه، بحطها فوق الفرن. وايه عشان خاطر ايه، حد قال لي حطيها فوق الفرن كده عشان خاطر لو الفرن لا قدر الله فيه كهرباء ولا حاجه، اللي هي البلانشه الخشب دي، عشان هي خشب بتمنع ان هو يوصل لك، يعني بتمنع ان الكهرباء دي لا قدر الله توصل لك. ربنا يا رب يحمينا ويحميكم ان شاء الله باذن الله. احنا ستات بيوت وامهات، وياما الامهات شافت في حياتها سكينه تعويره سكينه كده، مش عارفه حافه ايه بتخبط فيها كده فتتعور، كهرباء مش عارفه ايه فيها ميه، فيعني الحمد لله ربنا مدينا ايه، طاقه كده وطولة بال. بس مسحت بقى تحتيه كده، وهبتدي بقى امسح الرخامه دي. الحاجات دي طبعا همسكها كلها، اغسلها المغارف بالسكاكين بالكلام ده كله اللي انتوا شايفينه، امسكه واغسله دلوقتي حالا كله. تمام. وبمسح تحت الطقم اللي هو التوابل ده. طقم التوابل ده اصلا طبعا كلنا عارفين ان هو منظر كده، ما بيتحطش فيه حاجه يعني. محدش بيعرف يحط في الطقم ده حاجه، واحنا بنجيبه كده زي الديكور كده، بيتحط على على الرخامه كده زي الديكور بس. بحطه بقى بنشف حلو كده، وبحط تاني الطقم مكانه كله. اهو. ده في الماظه كده عامل زي الديكور كده، والمازات من الجنب وبتاع مش عارفه ايه. ف ما اعتقدش يعني. هروح بقى اغسل المغارف والحاجات بقى. فاضل بقى دلوقتي بعد ما غسلت المغارف والحاجه البوتاجاز. مسكت البوتاجاز بقى بالسلك كده، اوعى بصوا. عايزه اقول لكم شلت الفويل من علينا، بحط فويل وبفتح له يا ولاد عشان خاطر ما تحطوش فويل ولا قدر الله يحصل حاجه. وبمسحه كده بالمناديل، هخليه فل وقشطه دلوقتي. تمام. بالعيون بالايدين بتاعته بكل حاجه، بصوا فل بيلمع 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 بيلمع. تمام. وخلصت كده المطبخ. همسك بقى الحوض دلوقتي كمان. هعمل ايه الحوض تاني. الحوض بقى كان اخر حاجة طبعا، غسلت فيه حاجات كتير وظبطت فيه حاجات كتير. فهمسك دلوقتي الحوض وهظبطه تظبيطة حلوة كده زي ما ظبطت البوتاجاز كده. بصوا البوتاجاز اخليه بيلمع بيلمع يا جماعه. والايدين بتاعته اللي بمسكها منه كله اهو نشفته كله تمام. همسك بقى الحوض دلوقتي برضو واغسله بالاريال، واظبطه مطرح بقى ما غسلت فيه الحاجه، وهشطف وهنزل عليه الميه. هتوحشوني قوي كتير. يلا لو وراكي حاجه قومي اعمليها، ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات وتحوكلوا كتير. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، في روتين جديد بطاقه ايجابيه جديده. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا 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 ابدا. يلا باي باي.